السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مذاقات جديدة. أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية وتستمتعوا بمشاهدة الفيديو للآخر. وصفتنا اليوم مشروب الطاقة والدفء، بما إنه إحنا في أجواء شتوية وأمطار، فأعمل معكم مشروب حيمدنا بالطاقة والدفء. تابعوا معي الفيديو عشان تعرفوا المقادير وطريقة عمل هذا المشروب. بنضيف في الغلاية كوب من المية ما يعادل مج، وبضيف عليه على طرف الملعقة زنجبيل مطحون، وربع الملعقة الصغيرة بنضيف قرفة مطحونة، وبضيف عليهم 3 ملاعق صغيرة من الحليب البودرة. ممكن نستبدل ال3 ملاعق من حليب البودرة والمية نستبدلهم بحليب سائل. بنحرك الخليط، بعد هيك بنحطه على الغاز لحتى يغلي معنا الخليط. هيك أصبح عنا الخليط جاهز. بنضيف في الكاسة ملعقة سكر. السكر طبعا هذا بيرجع لكم حسب انتم بتحبوا حالات المشروب. ممكن نستبدل السكر بالعسل عشان يكون عنا المشروب صحي أكتر. أتمنى لو كنتوا أول مرة بتشاهدوا هذا الفيديو على قناتي، أتمنى إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصل إلكم كل وصفة جديدة أنا بعملها. وأتمنى حبايبي إنكم ما تنسوا اللايك على الفيديو، لأنه اللايك مهم جدا للفيديو. أتمنى دعمكم ومساعدتكم إلي لحتى تكبر قناتي بوجودكم معي. أتمنى هذا المشروب يعجبكم، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.